بيبدأ المسلسل مع داي، شاب فقير بيشتغل بياع هدوم في الشارع عشان يأمن فلوس علاج أبوه ومصاريفه. وفي مرة وهو بيبيع تيجي البلدية عشان تمسكه هو واللي زيه، فداي يلم الهدوم بسرعة اللي بيبيعها ويهرب. على الجنب التاني تظهر مين، بنت وحيدة لأكبر رجل أعمال تايلاندي وطالبة في كلية الفنون. وأثناء ما تكون خارجة من المعرض اللي بتجهزه لبيع رسوماتها تلاقي الباعة الجائلين الهربانين من البلدية بيجروا قدامها، وما تفهمش هما بيجروا كده ليه. وبالغلط داي هو كمان يخبط فيها وطرف فستانها يشبك في اكياسه، فكل ما داي يجري بعيد يتسحب فستانها ويقصر. فهي هنا تضطر تنادي عليه، ولما تجري وراه عشان ما يتشدش اكتر من كده تقع رجلها تتلوى، فتقوم تتعصب عليه وتهزقه. لكن هو يسرح في عالم تاني لما عينه تقع على وشها القمر البريء ده، فيعتذرلها ويعطيها بنطلون من الهدوم اللي بيبيعها عشان يعوضها. لكن مين تصر انه يتحمل المسؤولية ويدفع حق الفستان واللي بيساوي 45,000 بات. فداي يتصدم لان المبلغ ده بالنسبة له مرتب شهر كامل، ورغم كده ياخد منها رقم الحساب بتاعها عشان يحوله لها. ولما مين ما تقدرش تمشي قدامه ده يقوم شايلها عشان يوصلها على المكان اللي هي عايزاه، فهي تزعق له وتكون مفكرة بيتعامل بلطف معاها عشان يستغلها ويخليها تنسى الفلوس. رغم كده ده يفضل معاها ويشتري لها تلج لرجليها عشان يخفف لها الورم. فبسبب جدعنته وطيبته تعجب بيه شوية، ولكنها ترجع تقول له ان اهتمامه بيها مش هيثير اعجابها، وانه باين عليه راجل لعوب بتاع بنات عايز يوقعها في فخه عشان ما يدفع لهاش الفلوس، ولكنها عندها حبيب فمش هتقع في فخه. فكلامها يضايقه جدا ويديها بطاقته كضمان وياخد رقمها عشان لما يحول لها الفلوس يتواصل معاها. وقبل ما تمشي يديها مجموعة مراهم لرجليها وشوكولاتة ليها، فهي تتحرج من ذوقه وتحسه لطيف فعلا وانها ضايقته على الفاضي. ومن لما ترجع للبيت تتصل بصاحبتها ني تحكي لها، فني يكون عندها فضول تشوفه فتطلب من مين تصور لها صورة البطاقة وتبعته لها. فلما تبعتها ني تعرفه على طول وتقول لها ان اسمه داي وان معاهم في الجامعة وفي كلية التربية الرياضية ومشهور جدا بين البنات بوسامته. فلما مين تبحث عنه تعرف انه بطل تايكوندو وانه ممثل الجامعة في الرياضة، وكل التعليقات عليه انه انسان طيب ومجتهد. فمن تزعل وتكون عايزة تبعت له رسالة تعتذر له فيها عن قلة ذوقها وانها لسه عارفة حالا انه زميلها وانه يبعت الفلوس في اي وقت لما يكون معاه. لكنها ترجع تمسح الرسالة وتبعت له رسالة تانية خالص بتوصله ما ينساش يبعت الفلوس. وداي قبل ما يروح يقعد مع صاحبه كيو تاوا الراجل اللي بيشغلهم، وهناك تاوا يعرض عليه انه يشتغل معاه في مباريات الملاكمة الغير قانونية، وان كل اللي عايزه منه يلعب كويس اول كام جولة لحد ما الناس يراهنوا عليه وبعدين يخسر عن عمد، وان الفلوس اللي هيكسبها كتير ومضمونة. ده غير انه هيبعد عن شرطة البلدية اللي بتهجم عليه كل شوية. فده يرفض انه يشتغل في اي شغل ممنوع لانه هيتخرج قريب ومش حابب انه يجازف في انه يدخل نفسه في مشاكل ويسوق سمعته. وبعد كده يسيبهم ويرجع على بيته لابوه المريض بالخرف، وهناك يلاقي المرافقة بتاعته بتفكره ان بكرة اخر الشهر وانه ما ينساش مرتبها. فده يطلب منها يدفع لها متأخر الشهر ده بس لانه عايز الفلوس لحاجة مهمة. فالمرافقة تتعصب عليه وتقوله انها قبلت تراعي ابوه مقابل مبلغ قليل جدا عشانه شاب مؤدب وهي عايزة تساعده، ولكنه لو اتأخر عليها كمان في الدفع مش هتكمل في الشغل. فده يهديها ويعتذر لها ويترجاها تصبر عليه. فالمرافقة تديله فرصة 3 ايام بس، وانه لا يدفع لها مرتبها لا هتسيب الشغل. ويبان ان ابو داي مصاب بالخرف من يوم ما مراته كاو ماتت في حادثه وسابتهم، وما يكونش فاكر اي حاجه غيرها. حتى ابنه داي مش فاكره، ودايما معلق في رقبته سلسله بخاتم جوازهم اللي عليه حرفه وحرف مراته ومش بيخلي اي حد يلمسه. تاني يوم قبل ما داي يروح على كليته ينزل على شغله التاني في توصيل الطلبات، وبعد كل شغله وعناءه ده يلاقي ان الفلوس اللي في حسابه 46,000 بس. يعني يا اما يدفع لمين حق الفستان ومش هيبقى معاه ياكل ويشرب لباقي الشهر، لا الا يدفع للمرافقة راتبها. فيقرر انه يبعت لمين رسالة يعتذر منها ويطلب منها تعطيه فرصة كمان كام يوم لحد ما يدبر لها فلوسها. فمين لما تقرأ الرسالة تتضايق منه انه اداها كلمة وبعدين رجع فيها، وترجع لتفكيرها عنه انه بيتحجج عشان يهرب من دفعه للفلوس. وبعد ما الكلية تخلص تروح تشتري اكل وتطلع على المستشفى اللي بيشتغل فيها دكتور فون. وفون ده مين بتعتبره حب حياتها من وهم صغيرين، لكنه مش بيعتبرها غير اخته الصغيرة وبيعاملها على كده دايما. رغم كده مين تكون متعلقة بيه ومصرة تحبه. وبالليل داي يرجع يهرب من البلدية وبالصدفة يرجع يقابل مين جنب معرضها، فيقف يتكلم معاها ويسألها اذا كانت موافقة يدفع لها متأخر لانها ما ردتش على رسالته. فهي تعرفه انها مش موافقة طبعا. فهو هنا يتخض لما يفكرها واقفة تستناها عشان تاخد الفلوس منه، لكنها تقوله انه مش بالاهمية دي عشان تجيله بنفسها، وانها بتجهز لمعرضها عشان هتفتتحه كمان كام يوم. واثناء ما تكون بتتكلم على معرضها تكون بتبتسم وفرحانة. فهو عشان معجب بيها من غير ما يقصد يقول لها انها جميلة جدا وابتسامتها حلوة. فمين تقول له انت هتقولي كلمتين حلوين عشان
عشان اسامحك وانسى حق الفستان. لا، انا لا يمكن اصدق كلام واحد زيك بيبيع شنط وهدوم مضروبه. فدي ياخد الكلام على كرامته ويوعدها انه هيبعت لها الفلوس الليله دي ويمشي ويسيبها وهو زعلان. فمين ترجع تتضايق من نفسها وما تفهمش هي قالت له كده ليه. ودي اول ما يروح يبعت لها الفلوس وهو متضايق، ويبان انه رغم كده لسه محتفظ بالجزء اللي اتقطع من فستانها. وبعد ما ال3 ايام الفرصه اللي المرافقه اديتهم لدي يخلصوا وهو ما دفعلهاش، تقرر انها تستقر رغم محايلات دي الكتيره فانها تصبر عليه، ولكنها تسيب لابوه وتمشي. فدي يتضايق وما يكونش عارف يسيب ابوه لمين في الوقت اللي هينزل فيه للجامعه وللشغل. شويه ودي يحضر لابوه اكل عشان لو جاع، ويترجى انه ما يخرجش لاي ظرف من الظروف. فابوه هنا يفتكره ويكون هادي، فده يفرح ويطمن شويه انه يخرج ويسيبه لوحده، وقبل ما يمشي يقفل عليه الباب بحيث انه ما يقدرش يخرج. واول ما يروح على الجامعه مين تلحقه علشان ترجع له البطاقه، وهو يتفاجئ لما يعرف انها معاه في نفس الجامعه، ويقول لها ان بما انها اخدت فلوسها ما توريهوش وشها تاني. ولسه بتمشي يجي اتصال لدي ان بيته بيتحرق، فينزل زي المجنون علشان يروح يشوف ابوه. ومين لما تسمعه تصمم انها تروح معاه عشان توصله بما انها معاها عربيه، فيوافق ويروحوا سوا. لكن دي اول ما يوصل يلاقي ان رجاله الاطفاء لسه ما خرجوش ابوه، فيدخل البيت غصب عنهم عشان ينقذه هو. وابوه في البدايه يرفض يخرج معاه من غير ما ياخد كل صور مراته من خوفه انها تتحرق، فده يخرجه وبعدين يرجع ياخد كل صور مامته ويخرج. ومن كل ده لسه واقفه عشان تطمن عليهم وتعرف ان باباه تعبان بالخرف، وتسمع الجيران وهم بيقولوا ان دي اول مره يسيب ابوه لوحده في البيت، وانه اتاخر في دفع مرتب المرافقه عشان كده استقالت. فمن تفهم انه ما قدرش يدفع للمرافقه فلوس عشان يسدد لها اللي عليه، فتحس بالذنب وانه كان ممكن يخسر بيته وباباه بسببها. فتروح له تاني يوم عشان ترجع له الفلوس، وهناك تلاقيه هو وصاحبه كيو بينظفوا مكان الحرق. ولما كيو يعرض عليه يشتري دهانات وهما يدهنوا سوا، ده يعرفوا انه ما فيش معاه فلوس حتى يشتري اكل. فمن تتحرك تعطيه الفلوس اللي معاها لا تجرح كرامته، فتفكر تعمل اي حاجه تانية تساعده بيها. ولكن في الوقت ده دي يضطر انه يروح لتوا ويقول له انه موافق يلعب معاه مباراه غير قانونيه، فيتفق معاه انه يفضل يلعب لحد الجوله ال5 وبعد كده يعمل نفسه خسر. واول ما تنتهي المباراه هياخد الفلوس. واثناء المباراه واحد من تجار السوق السوداء يعجب بلعب دي ويراهن على فوزه بمبلغ كبير. ولكن اول ما الجوله ال5 تبدا دي ما يكونش حابب انه يغش ويكون عايز يضرب المنافس اللي قدامه، ولكن بعد ما يفتكر ابوه والدين اللي عليه يسيب منافسه ويضربه ويخسر، وبعدها ياخد الفلوس ويرجع يدفع مرتب المرافقه زائد مبلغ اضافي على تاخيره عشان توافق ترجع. تاني يوم مين تشوف دي في الكليه، لما تلاقي وشه مجروح من كل مكان تساله من ايه، فما يردش عليها ويمشي. لكن هي تروح له بعد الكليه لمكان شغله وتشتري له ادويه لجروحه وتديها له غصب عنه، فهو يفرح باهتمامها بيه ولكنه ما يبين لهاش. وبعد ما تسيبه تروح تشتري فاكهه وتروح على بيته عشان تطمن على باباه. وهناك ما تلاقيش المرافقه وتلاقي الباب مقفول عليه، فتقرر انها تفتح وتدخل تقعد معاه. ولما تلاقيه جعان تطلب له اكل. بعد شويه المرافقه تيجي وتطلع انها كانت سايباه عشان تشتري له اكل، ومين تعرف نفسها ليها وتحكي لها على اللي حصل بينها وبين دي من اول ما تقابله، وانها حاسه بالذنب تجاهه، وتطلب منها تساعدها في انها تدخلها على البيت ودي مش موجوده عشان تظبطه، وتطلب منها ما تعرفوش ان هي اللي عملت كده. فالمرافقه توافق. تاني يوم بعد ما دي يخرج على كليته مين تيجي مع العمال وتطلب منهم يدهنوا الاماكن المحروقه في البيت. وفي الوقت اللي العمال بيشتغلوا فيه مين تاخد ابو دي وتخرجوا تفسحوا وتشتروا له اي حاجه يطلبها. فهنا ابو دي يفضل ينادلها بكاو، ومين تعرف من المرافقه ان كاو دي مامة دي، وان دي اول مره ينادي حد بالاسم ده، وتحكي لها ان من الصدمه اللي تعرض لها يوم موت مراته وهو في الحاله دي. فهنا مين تتاثر قوي على دي وعلى باباه، وقبل ما تمشي تدي للمرافقه فلوس مقدم للشهر الجاي عشان ما تسيبهمش. واول ما ترجع البيت تفتح البوم صورها مع مامتها ويبان ان مامتها ماتت هي كمان وهي صغيره. ولما دي يرجع بالليل يتفاجئ ببيته، فالمرافقه تكذب عليه وتقول له انها حكت لواحده من اصحابها على مشكلتهم، فهي اتبرعت وظبطت لهم البيت. فده يفرح ويطلب منها تعرفه على صاحبتها عشان يشكرها، لكن المرافقه ترفض وتقول له ان صاحبتها مش عايزه تعرف حد هويتها. تاني يوم مين تكون قاعده مع باباها وفون ومامته، ونفهم ان مامة فون وابو مين اصحاب من سنين وكل شغلهم سوا. ومين لما تعرفهم ان افتتاح معرضها تاني يوم باباها ومامة فون يعتذروا لها انهم مش هيقدروا يحضروا لانهم هيسافروا على تايوان في شغل. وقبل ما تزعل مامة فون توعدها انها تبعت لها فون مكانها. فتاني يوم في الافتتاح مين تفضل مستنياه يجي حتى بعد ما الافتتاح يخلص، وفي نفس الوقت دي يكون عايز يدخل ويهنيها لكنه يكون محروق. ولما مديرة المعرض تشوفه تفكره الشخص اللي مين مستنياه فتدخله، ومين لما تشوفه تفرح وتاخده تحكي له عن كل صورة في المعرض. فهو يعجب بلوحتين بيكملوا بعض لبنت وولد مربوطين بخيط احمر، فيفتكر اول مقابلة ليهم ويحس ان اللوحة دي
دي بتعبر عنهم. وفجأة يدخل عليهم فون ويكون جايب معاه واحدة صاحبته، فمن اول ما تشوفها تحس بالغيرة وتتجاهل وجودها، وفون يحس ان دي حبيب مين فيعزمهم هما الاتنين انهم يجوا ياكلوا معاهم. وفون طول القعدة يعامل مين كأنها اخته الصغيرة، فدي يفتكر ان مين في اول مقابلة ليهم سوا قالت له ان عندها حبيب، فمن عصبيتها وزعلها يفهم انها بتحب فون وغيرانة عليه. فمن غير مقدمات دي يطلب من فون ما يعاملهاش كبنت صغيرة ولا يحط ايده عليها لانها حبيبته، وتقوم تمشي وتسيبهم. فدي يروح وراها ويعتذر لها ويعرفها انه عمل كده عشان يساعدها، وانه لو كان مكانها ما كانش خرج بالطريقة دي وكان فضل قاعد يحارب عشان يوصل مشاعره للشخص اللي بيحبه، وانه فون عمره ما هيحس بيها طول ما هي كده. فمن تضربه قلم وتمشي وتفضل طول الليل تفكر في كلامه وتعيط، وهو كذلك يفكر فيها ويكون زعلان جدا عليها. تاني يوم الصبح مين تروح تزور باباه كعادتها وتجيب له كل الاكل اللي بيحبه، ويبان انها بترتاح لما تقعد معاه. في نفس الوقت ده يكلمها ويعتذر لها على كلامه القاسي معاها، فهي تسامحه وتعتذر له هي كمان. ولما تروح تقابل باباها تلاقيه قاعد مع فون ومامته، وتسمع باباها وهو بيتفق معاهم على خطبتها من فون، وده لانه متاكد انها بتحبه. فتفرح قوي، ولكنها ترجع تزعل لما تلاقي فون بيطلع اي حجه عشان ياجل الخطوبه لبعد ما مين تخلص دراستها، ويقول لباباها انها ممكن في الفتره دي تقابل شاب تاني افضل منه وتحبه. فمين تقطع كلامهم وتقول لهم انها موافقه على الخطوبه وانها مش هتحب اي شخص تاني. ففون ما يكونش قادر يرفض بطريقه صريحه بسبب الشغل اللي بيربط مامته بابو مين. فلما يخلصوا غدا فون ياخدها يوصلها ويقولها ان هي بالنسبه له اخته الصغيره وبس، وعمره ما هيقدر يشوفها بنت يقدر يحبها. فهي تتجرح جدا وتوعده انها تتكلم مع باباها وتوقف الخطوبه، وتنزل من العربيه بتاعته وهي متعصبه وتروح تشرب وتقعد في الشارع. ولما تيجي تتصل بفون بالغلط تطلب دي وهي بتعيط، وتفضل تقول ان هي بتحبه ومش بتحب غيره. فدي يفهم انها اتصلت بيه غلط، ولما يعرفها انه دي تعيط له وتقول له انها حزينه وقلبها مكسور وتعرفه مكانها، فيسيب شغله وكل حاجه ويجري يروح لها. واول ما يوصل ويشوف حالتها يزعل جدا عليها وما يكونش عارف يعمل لها ايه عشان يشيل من قلبها الحزن. فيتصل على فون ويحكي له على حالتها ويطلب منه يجي ياخدها. ففون يقول له انه مش فاضي ويعرفه عنوان بيتها ويطلب منه يروحها هو. فده ياخدها لحد البيت لكن يقعد جنبها يستناها لحد ما تفوق، ويقول لها انها لازم توقف مشاعرها ناحيه فون لانه ما اهتمش بيها ولا جه طمن عليها حتى بعد ما عرف حالتها. فهي تتضايق وتقول له انت عايزني اكره فون عشان انت بتحبني؟ ما هو ايه اللي يخليك تسيب شغلك وتيجي تساعدني غير انك معجب بيا؟ وهو لما ما يردش عليها تفضل تتكلم وتقول له انها مش عايزاه يفهم لطفها معاه غلط، وانه كل حاجه هي بتعملها معاه من باب الشفقه لانه فقير جدا ومستحيل انها تقع في حبه. فهو يتجرح قوي، ولما تقوم وتسيبه تقع وتفضل تعيط. فده هنا يوقف عن انه يساعدها. تاني يوم دي يلاقي من ابوه ورقة خاصة بمعرض مين، ولما يسأل المرافقة عليها المرافقة تتوتر وتضطر تحكي له كل حاجة مين عملتها. فيفهم مين كانت تقصد ايه بان اي حاجة عملتها له من باب الشفقة، فيتعصب ويروح يلعب مباراة تانية غير قانونية ويعمل زي المرة اللي فاتت، وتاجر السوق السوداء اللي راهن عليه المرة اللي فاتت يراهن عليه كمان المرة دي، وده يرجع يخسر في الجولة الخامسة. وبعد المباراة ياخد الفلوس اللي كسبها ويطلع على معرض مين ويطلب انه يشتري لوحة من اللوحات اللي عجبته. واول ما مين توصل وتلاقيه مجروح في وشه تخاف عليه ولسه هتعتذرله على الكلام اللي قالته له لانها ما كانتش في وعيها، يرمي في وشها الفلوس ويقول لها كلمتين يهينها بيهم. فلسه بتديله قلم على وشه يقع يغمى عليه، فتنقله على المستشفى بسرعه عند فون. ففون يطمنها عليه ويعرفها انه اداله محلول وانها لو عايزه تشوفه تستناه لحد ما يفوق. ولما يمشي ويسيبها مين توعد نفسها انها تتخطى حبها ليه وهتبطل تفكر فيه غير انه اخ كبير ليها. وده يخرج من المستشفى من غير ما يخليها تشوفه، لكنها لما تدخل تطمن عليه وما تلاقيهوش تجري تدور عليه لحد ما تلحقه وتفضل تعتذرله على الكلام اللي قالته له وانها ولا تقصده ولا في نيتها تبصله باستخفاف. فده يسامحها وفجأة جرح من جروح وشه ينزف. فلما يوطي ياخد من عربية مين منديل فون يشوفه من بعيد ويفكره بيقرب من مين. فهنا لما يحس انها تبعد عنه وتقرب من حد تاني يحس بالغير عليها، ومين تطلب من دي انه يبقى صاحبها المقرب لانها بترتاح وهي معاه وترجع معاها بيته وتفضل قاعدة معاه هو وباباه ويكونوا كلهم مبسوطين. تاني يوم مين تجيب له اللوحة اللي طلب انه يشتريها منها وترجع له 80,000 بات وتقول له انها لسه فنانة مبتدئة واسعار لوحاتها مش غالية للدرجة دي وانها ب20 بس. فده يرفض ياخدهم منها ويطلب منها انها تغديه كل يوم لحد ما الفلوس تخلص. فهي توافق وكل يوم يخرجوا سوا، ومن تفضل تحكي له عن فون وتقول له انها مستغربة نفسها جدا لانها فضلت تحب فون 15 سنة مع نفسها، وانها كانت بتخاف من فكرة انها تبعد عنه، ولكن لما فون رفضها هي معيطتش الا يوم واحد بس، وانها مش عارفة اذا كان حبها
تليفون حب فعلا ولا مجرد تعلق بيه، لانها كانت وحيدة بعد وفاة مامتها. وبكلامهم سوا يعرفوا ان مامته ومامتها ماتوا في نفس اليوم، فيشوفوا ان في حاجات كتير مشتركة بينهم. وفي مرة وهي معاه يتصل عليها فون ويعرفها ان ابوها قاعد مع مامته بيتفقوا على ميعاد الخطوبة. فمين تاخد داي بسرعة وتروح لهم، لكنها تدخل لوحدها من غير فون عشان ما تخليش ابوها يزعل منه هو او مامته. وتعرف باباها انها مش عايزة الخطوبة دي لانها حبت شخص تاني. ولما داي يروح على البيت يلاقي حالة ابوه وحشة وقاعد يعيط. ولما داي يروح له هنا ابوه يفتكره ويتعصب عليه ويتهمه انه السبب في ان مراته تموت. فداي يفضل يعيط ويخرج من البيت وهو حزين، وافتكر ان زمان وهو خارج مع مامته كان في عربية جاية ناحيته بسرعة، فمامته نقذته والعربية خبطتها هي. فمن يومها ابوه كل ما يفتكر يحمله الذنب. فده يتصل بمين ويتكلم معاها في مواضيع لمجرد انه عايز يسمع صوتها وبس. وقبل ما يقفل معاها يقول انه بيحس انها الوحيدة اللي بتفهمه وعايزها تبقى جنبه دايما. فمن قلبها يفضل يدق بسرعة وما تفهمش ليه. ومع كل يوم يعدي يقربوا من بعض اكتر. ومين تروح معاها على شغله وهناك تلاقي كيو صاحبه مش طايقها لانه عارف انه دخل مباراتين عشان يدفع لها فلوس، فيكون مفكرها بتستغله. فيفضل يزعق لها قدام داي ويقول لها انه مش هيسيب حد يخدع صاحبه طول ما هو عايش. فمين تقول له انها معجبه بحبه لصاحبه عشان كده مش هتزعل منه. وكيو يغير رايه فيها لما يلاقيها متواضعه وطول اليوم بتساعدهم في شغلهم. في الوقت ده صاحبه مين تكون معجبه جدا بداي، فتطلب من مين تعرفها عليه وتصر عليها تتصل بيه، تطلب منه يجي. فمين عشان ما تزعلهاش تعمل زي ما قالت لها. فده يفرح ان مين عايزه تشوفه ويلبس الحته اللي على الحبل ويجري يروح لها. لكن هناك لما يعرف ان مين جايباه عشان تقدمه لصاحبتها يزعل منها ويمشي ويسيبهم. فتجري وراه تعتذر له انها عملت كده من غير ما تعرفه، وقبل ما تقول له حاجه تانية تكون هتتخبط. فلما دي يقربها منه قلبها يرجع يدق جامد، وهنا تحس انها بدات تحبه. تاني يوم دي يكون رايح يقدم على وظيفه كمدرب تايكوندو في مدرسه، وقبل ما يروح مين تجيله وتصالحه وتفضل واقفه مستنيه لحد ما يخلص. ودي لما يخرج يعرفها انه اتقبل، وهي تطلب منه انه يساعدها ويجي يقابل باباها ويمثل قدامه انهم بيتوعدوا لانه عايز يشوفه. ولما يسالها عايزه تعمل كده ليه تقوله انها مش عايزه ابوها يعرف ان فون هو اللي مش عايز يتجوزها، لانه لو عرف هيزعل من فون وممكن يقطع العلاقات اللي بينهم. فهنا دي يتضايق انها عايزه تحمي فون لسه ويفكرها لسه بتحبه، فيمشي ويسيبها. ولما يروح على البيت يلاقي ابوه واقع مغمى عليه، فياخده على المستشفى بسرعه. وهناك الدكتور يعرفوا ان ابوه مش منتظم في ادويته وان حالته بتستدعي يسيبه في مستشفى الامراض النفسيه. ورغم ان دي مش عايز يبعد عن ابوه الا انه يوافق. ولما مين تعرف بتعب ابوه تروح تزوره في المستشفى، ولكنها ما تلاقيهوش هناك وتعرف انه اتحول على مستشفى تانية. فتفضل تتصل بدي وتبعت له رسائل عشان تطمن عليه لكنه ما يردش عليها، ويختفي الفتره بعيد عنها. ولكنه يروح كل يوم بالليل قدام بيتها يبص عليها من بعيد. ومين ما تستحملش غيابه هي كمان من بعد ما اتعودت عليه، وتروح له مكان شغله الجديد عشان تشوفه ماله، وتكون مفكره انه زعلان منها لانها طلبت منه يتظاهر انه حبيبها. فتروح له تعتذر له وتقول له انها كانت قلقانه جدا من خوفها عليه هو وباباه. فده يقول لها انه كويس هو وابوه وما كانش بيرد عليها عشان مش عايز يخرج معاها تاني. فلما تقول له انهم اتفقوا على انهم يكونوا اصحاب دايما يعرفها انه وافق على صحوبيتهم عشان كان مهتم بها وقتها، ولكنه بطل يبقى مهتم بها دلوقتي لانه بيكره انه يكون في قلبها حد تاني، ويطلب منها تبطل تقرب منه. فاول ما يمشي مين تفضل تعيط. في الوقت ده فون يحس انه مفتقد مين من بعد ما بطلت تجيله زي زمان، فيتصل بيها ويطلب منها تجيب له اكل زي الاول لانه هيسهر في المستشفى وجعان. فتروح له تقعد معاه ولكنها طول الوقت تكون سرحانه وتفتكر انها كل ما كانت بتقرب من دي كان قلبها بيدق. فتقوم تحضن فون علشان تشوف هتحس بايه ناحيته، ولكنها ما تحسش بحاجه وتعرف انها بتحب دي وان مشاعرها لفون كانت مجرد تعود مش اكتر. فتمشي وتسيب فون اللي اخيرا هو كمان يفهم مشاعره ويحس الوقت انه كان بيحبها ومش حاسس. ولما مين تروح لدي عشان تعترف له بمشاعرها تيجي عصابه يضربوه قدامها ويخطفوه. هي تكون عايزه تبلغ الشرطه عشان تنقذه، لكن كيو يرفض ويقول لها ان لو الشرطه عرفت حياه دي المهنيه هتتاثر لان دي متورط في التلاعب بنتائج مباريات الملاكمه. والعصابه اللي تطلع خطفه دي يكونوا رجاله تاجر السوق السوداء اللي راهن على فوز دي مرتين، واكتشف ان دي كان بيتلاعب بالنتائج فيخلي رجالته يضربوه. وبعد كده التاجر ده يعرف دي انه معجب بيه لانه نجح في انه يخبي قدرته الحقيقيه ويكون عايزه يشتغل معاه، لكن ده يرفض. فالتاجر يديله كارته علشان لو غير رايه وانه هيستناه.
في الوقت ده مين تتصل بفون تطلب مساعدته في انه ينقذ داي من غير ما يبلغ الشرطة. ففون يروح لها في المكان اللي هي قاعدة فيه مع اصحاب داي ويكون عايز ياخدها يروحها، لكن وهم واقفين يلاقوا داي داخل عليهم مضروب. فلما يروحوا يطمنوا عليه يكون كل هم داي انه يخلي مين تمشي وما تشوفوش بحالته دي، ولما مين ترفض تمشي يقول لها انه بيكره نفسه كل ما يحس انها بتشفق عليه. فمين تقول له انها بتقرب منه وخايفة عليه مش عشان بتشفق عليه، ولكنها اكتشفت انها معجبة بيه وقلبها بينبض بسرعة كل ما تقرب منه مش من حد تاني. فدي يسمع كلامها وما يعرفش يرد عليها بولا كلمة. تاني يوم لما مين تروح له دي يطلب منها انهم يخرجوا في موعد، فهي تفرح وتفكره متقبل مشاعرها، ولكن في نهاية اليوم يقول لها ان هما الاتنين مستحيل يكونوا في علاقة سوا لانهم من عالمين مختلفين، وانهم لو ارتبطوا دلوقتي نهايتهم هتبقى معروفة، ويرفضها ويسيبها ويمشي. لكن مين تكون متأكدة انه بيحبها زي ما هي بتحبه، وتقرر انها ما تستسلمش وتفضل لازقة فيه. فهو اخر ما يزهق منها يقول لها انها مش هتقدر تستحمل حياته، وان فلوس فردة واحدة من جزمتها تكفيه يدفع ايجار بيته لمدة شهور، ويطلب منها تنساه وما تتقابلش معاه تاني. لكن مين ترفض ان الفروق الاجتماعية تقف في وش حبهم وتروح تشتري كوتش رخيص من اللي الناس بيبيعوه في الشوارع، وتاني يوم تروح له على بيته وهي لابساه وتقول له انها جاية تشوفه بس عشان تقدر تكمل يومها لانها ما بتقدرش تتنفس وهو بعيد عنها. فهو هنا لما يلاقيها مش بتتنازل عنه بكل الطرق يجري وراها ويقول لها انه مش قادر يكذب على نفسه اكتر من كده، ويهرب من مشاعره ويعترف لها بحبه ليها ويبداوا يتوعدوا. ولكن في الفتره دي يجي لمين منحه دراسيه لفرنسا لانها افضل طالبه في قسمها، وعلى قد ما مين تفرح جدا بالمنحه ولكنها تقرر انها تخبيها عن باباها لانها مش حابه تسافر وتبعد عنه. في الوقت ده بيروج ابو مين يعرف مين الشخص اللي بنته بتحبه فيبعت يجيبه، وده اول ما يشوفه يحس ان بيروج مألوف بالنسبه له ويحس انه شافه قبل كده، ولكن بسبب ان بيروج شخص غني ومشهور ده يفكر انه شافه في التلفزيون مثلا. وبيروج يبدأ كلامه مع دي انه مش بيهتم بالخلفيات الطبقية لان مفيش حد بيختار عيلته، ولكنه بيكره الاشخاص اللي مش بتجتهد واللي بتختار الطرق المختصرة للنجاح. ويطلع انه بحث عنه وعرف انه كان مشترك في المباريات الغير قانونية. فبيروج يقول له انه هيرفض علاقته مع بنته مش بسبب انه فقير ولكن هيرفضها بسبب شغله الغير قانوني. فده يسأله هل هيوافق على علاقته بمين لو اثبت له انه مش هيعمل اي حاجة تانية غلط، وانه لو ما ادالوش فرصة يثبت له فيها نفسه هيكون شخص منافق ورفضه ليه بسبب فقره مش عشان حاجة تانية. فبيروج يوافق ويبان انه بدأ يعجب بيه. على الجنب التاني مين واصحاب داي يكونوا بيجهزوا له حفلة عشان يحتفلوا بيه لانه اتقبل في شغله بدوام كامل. فاول ما داي يوصل يفضلوا يغنوا له ويرقصوا له ويحتفلوا بيه، فده يفرح قوي ويكون مقرر انه يعمل المستحيل عشان يفضل جنب مين. ولكن مين اول ما تروح باباه يتخانق معاها لانه عارف ان جالها منحة لفرنسا وهي رفضتها، ويكون متأكد انها رفضتها عشان ما تبعدش عن داي. وهي كمان لما تعرف ان ابوها قبله عشان يبعدوا عنها تتضايق منه ويتخانقوا سوا خناقه كبيره توصل ان باباها يضربها، فتسيب البيت وتروح لداي تحكي له وتكون عايزه تفضل قاعده معاه، فيرفض ويعرفها انها ما ينفعش تجيله لوحدها في وقت زي ده، ويطلب منها تروح وتعتذر من باباها وتسيب له فرصه يثبت لباباها انه انسان يعتمد عليه وموثوق لانه عايزه يتقبله باخلاص وما يكونش مجبور. وفمين تسمع كلامه وتروح وكمان تعتذر من ابوها. تاني يوم داي يفضل يبحث عن معلومات بخصوص بيروج ويعرف انه مؤسس لسلسله كبيره من المستشفيات الخاصه، وانه شخص طيب وبيهتم بالاعمال الخيريه، وحاليا بيأسس مستشفى للفقراء ويكون محتاج لمتبرعين عشان يسرع من عمليه بناء المستشفى ومساعده الفقراء. فيجيله فكره، وبعد فتره بيروج يعرف ان في شخص حابب يتبرع للمستشفى ب3 مليون و500 الف، والشخص ده يرفض انه يعرف عن هويته غير لبيروج نفسه ويطلب انهم يتقابلوا سوا، ولكن يشترط ان مقابلتهم تتصور لايف. فالسبب ان المبلغ كبير جدا بيروج يوافق، ولما بيروج يروح يقابله يتفاجئ ان المتبرع هو نفسه داي، فيتصدم ويسأله ازاي جمع المبلغ ده كله. فده يعرفه انه استخدم الانترنت في انه يطلب من كل شخص 100 بات بس، وده سبب طلبه انه مقابلتهم تبقى لايف عشان يخلي كل اللي اتبرعوا يشوفوا الخير اللي عملوه هيوصل لفين، وعشان كمان يثبت للمجتمع ان مساهمة بسيطة من اشخاص عاديين ممكن تصنع خير كبير. واثناء ما اللايف يكون شغال ناس تانية تتشجع ويبعتوا في تبرعات. فبيروج يعجب بذكاء داي وبالاسلوب اللي استخدمه وفعلا يوافق على علاقتهم، ولكنه يعرفهم انه مش هيخلي بنته تتخلى عن منحتها الدراسية. وقبل ما مين تعترض عشان ما تتخلاش عن داي، بابا هيفاجئهم انه هيسمح لهم يسافروا مع بعض، وده لانه شاف داي شخص ذكي فقرر انه يصرف على دراسته بره، وكمان هيوفر له مكان في شركته عشان يجي يشتغل عنده بعد ما يخلص دراسة. فمين تفرح جدا وتشكر باباها، ولكن ابوها هيفاجئهم مفاجأة تانية وانه هيجوزهم قبل ما يسافروا. فمن كتر سعادتهم يحس انهم بيحلموا، وهو ومين يروحوا يعرفوا باباه فيفرح جدا، ولكن داي يكون قلقان انه يسافر ويسيبه. فكيو صاحبه يوعده انه هيفضل يهتم بيه
فيه ويزوره طول غيابه. واثناء ما مين تكون بتفضي دولابها عشان تسيب لدي مكان فيه لما يتجوزوا، تلاقي علبة مليانة بحاجاتها وهي صغيرة، وتلاقي في العلبة دي خاتم يشبه الخاتم اللي مع ابو دي، وتفتكر ان دي قال لها ان مامته كانت لابسة نفس الخاتم ولكن ما لقاهوش من يوم ما ماتت، فتروح توريه لدي وتحكي له انها اخدته من اوضة ابوها وهي صغيرة. فدي يتصدم ويفتكر ان في اول مقابلة ليه مع باباها حس انه شكله مألوف بالنسبة له، ولما يرجع بذاكرته للماضي يفتكر ان الشخص اللي خبط مامته بالعربية زمان هو نفسه بيروج ابو مين، وانه سابه هو ومامته حتى من غير ما يساعدهم او ينقل مامته على المستشفى. فيتصدم ويسيب مين ويمشي من غير ما يقول لها حاجة، ويطلع على بيروج علشان يواجهه ويخليه يحكي له الحقيقة. فبيروج يعترف له انه زمان جاله اتصال ان مراته تعبانة جدا، وانه وقتها ما كانش بيفكر في حاجة غير انه يوصل بسرعة على المستشفى، وملحقش يوقف العربية لما مامته طلعت قدامه فجأة، ولما نزل يطمن عليها هي اللي ادته الخاتم وماتت على طول. فبسبب خوفه على مراته سابهم ومشى، ولكن مراته هي كمان ماتت في نفس اليوم، فما قدرش يتحمل المسؤولية ويعترف على نفسه لان مين كانت صغيرة وما كانش عندها حد غيره يربيها. وبيروج يعترف له انه لما بحث عنه في البداية عرف هو مين، وكان عايز يبعده عن بنته عشان كده، ولكن لما لقى مين متمسكة بيه وهو اثبت له انه شخص ذكي قرر انه يوافق على جوازهم، ويوعده انه هيعوضه وهيوفر له الفلوس والشغل حتى الرعاية الكاملة لابوه، ويفضل يعتذر له ويتوصل له انه ما يعرفش مين الحقيقة لانه مش هيقدر يشوفها حزينة ولا هيقدر يقع من نظرها لانه طول عمره اب مثالي ليها. فده يفضل يفكر طول الليل وهو بيعيط وما يكونش متحمل فكرة انه يخسر مين. تاني يوم مين تاخد ابوها وتروح تعرفه على ابو دي، فهناك دي يشوف بيروج وهو بيهتم بابوه فيقرر انه يسامحه ويفتح صفحة جديدة معاه ويسيب كل حاجة للماضي. وتعدي الايام لحد يوم فرح مين ودي، ويكونوا هما الاتنين طايرين من السعادة ومفيش حد زيهم. على الجنب التاني كيو يروح يلبس ابو دي ويجهزه عشان ياخده على الفرح، ولكن بعد ما يخرجوا من المستشفى ابو دي ما يلاقيش سلسلته اللي فيها ختمه، فيتعصب ويكون عايز يرجع يجيبها، فكيو يسيبه في العربية ولما يروح يجيبها له ويرجع ما يلاقيهوش، فيتصل على دي يعرفه، فده يضطر انه يسيب الفرح ويروح يدور عليه. وبعد فترة بيروج يعتذر من المعازيم وينهي الفرح، ودي لما ما يلاقيش ابوه يفضل يعيط وما يكونش عارف يعمل ايه او يلاقيه فين، بيحس ان ده عقاب من ربنا انه اتنازل عن حق مامته وسامح الشخص اللي قتلها. ومن ترفض انها ترجع على البيت وتصر انها تفضل في الكنيسة تستنى دي وتفضل تصلي وتدعي انه يلاقي ابوه، وفون يفضل مستني معاها. شوية دي فعلا يجي، فلما مين تشوفه تجري عليه وتعرف منه انه لسه ما لقاش ابوه وتكون زعلانة عليه اكتر ما زعلانة على فرحها اللي باظ. شوية ويجيله اتصال من الشرطة ويطلبوا منه يجي على مكان معين وهناك يلاقي هدوم ابوه بس، والشرطة تعرفوا انهم متوقعينه انه غرق في البحر ولكنهم مش لاقيين جثته، فينهار ونفسيته تتدمر ويشيل نفسه ذنب خسارته لامه زمان وابوه الوقتي، فيقرر انه يبعد عن مين. فتاني يوم يخرج في موعد معاها ويكونوا مبسوطين جدا، ولكنه تاني يوم يختفي ويخرج من تايلاند. فمين لما تروح له على الشغل والبيت وما تلاقيهوش تقلق وتفضل تتصل بيه وهو ما يردش عليها، فتعرف انه سابها وسافر ومحدش من اصحابه يكونوا عارفين عنه حاجه. فمين تنهار وتعدي عليها الايام وهي عايشه في اكتئابها، فتقرر انها تلبس خاتم جوازهم من دي على امل انه يرجع لها تاني. ويعدي 3 سنين وتظهر مين اللي اجرت بيت دي القديم وحاليا عايشه فيه هي وصاحبتها فا اللي بتكون مطلقه وام البنوته صغيره اسمها انج، وتكون ماليه اوضتها برسوماتها لدي وذكرياتهم مع بعض. ويبان عليها انها اتغيرت خالص وتحولت من بنت كيوتة مدلله لبنت تانية خالص مكافحه بتشتغل رسامه شارع عشان تعتمد على نفسها، وتكون محافظه على علاقتها باصحاب دي اللي حاليا بقوا اصحاب مقربين ليها، وبالاخص كيو اللي يكون زعلان عليها انها بتضيع من عمرها سنين في انها تستنى دي، ورغم كده يكون معجب بوفائها ليه. وخلال السنين دي فون يرفض يتجوز هو كمان، ويكون من وقت للتاني يروح يقعد مع مين ويهتم بيها ويطلب منها انها تتصالح مع باباها وترجع للبيت. ويظهر ان مين من 3 سنين اتخانقت مع ابوها خناقه كبيره عشان كان عايزها تسافر على فرنسا تكمل تعليمها وهي رفضت، ومن وقتها سابت له البيت وقررت انها ما ترجعلوش تاني. على الجنب التاني يظهر دي اللي يكون راجع من الصين على تايلاند، وهو رجل اعمال غني عنده شركه كبيره خاصه بالتكنولوجيا، ويبان ان هو كمان ما قدرش ينسى مين ولسه محتفظ باللوحه اللي كان اشتراها منها، ويقف قدامها بالساعات يفتكر ذكرياته معاها. ويبان ان خلال الفتره اللي كان فيها بره اتعرف على ممثله مشهوره اسمها نامون، ويبان ان الممثله دي واقعه في حبه وتكون لسه في الصين، ولكن تعرف دي انها توصل تايلاند على يوم السبت. ودي لما يروح على المكان اللي كان بيشتغل فيه عشان يعيد ذكرياته يلاقي مين بتشتغل هناك، فيستناها لما تخلص شغل ويروح وراها ويعرف انها ساكنه في نفس بيته القديم. وهناك انج بنت صاحبه مين تشوفه وتحس انه حبيب مين من رسومات مين اللي في كل البيت، وعشان مش متاكده تكذب عليه وتطلب مساعدته في انها تتصل بمامتها من موبايله لانها تايهه. فلما دي يديها موبايله تتصل على مين وتطلب منها تجيلها تاخدها، لكن لما مامتها هي اللي ترد عليها انج تخاف منها وتقفل بسرعه وتقول له انها
انها عرفت مكان البيت وتجري تجيب مين عشان توريهولها، ولكن لما مين تيجي ما تلاقيهوش فيفكروا انج بتكذب او بتتخيل. تاني يوم مين تروح كعادتها من بعد غياب داي على المطار ترسم الناس على امل انها في يوم من الايام تقابل داي هناك زي ما الاحبه بيتجمعوا هناك، ويلفت انتباهها وصول نجمه مشهوره الكل يتجمعوا حواليها، والنجمه دي تطلع نامون. وداي لما يجي عشان يستقبلها نامون تجري عليه تحضنه، وهنا داي يشوف مين ويتصدم لما يلاقي نامون بتبوسه قدام الكل وقدام الصحفيين، ولكن مديرة اعمالها توقفها وتاخدها بعيد. فداي يروح وراهم، ومين لما تفوق من صدمتها وتستوعب ان داي فعلا رجع تجري وراه تلحقه، ولكن يكون ركب مع نامون العربية عشان يبعدوا عن الصحفيين. ورغم ان مين تفضل تعيط وتصرخ انه ينزل يتكلم معاها يمشي ويسيبها رغم انه يكون متأثر وزعلان جدا عليها. ومين لما ترجع على البيت تفضل تشوف الاخبار والفيديوهات اللي اتنشرت لنامون وداي، ولما توريها لإنج تعرفها ان هو ده نفس الشخص اللي شافته واتصلت بيها من عنده. فمين تفضل تعيط وتضحك في نفس الوقت، تعيط ان داي رجع مع واحدة تانية وتضحك انه اخيرا رجع وبقى معاها رقمه وهتقدر تتصل بيه. وفجأة تنهار ويغمى عليها، ففاو كيو ينقلوها على المستشفى تحت رعاية فون. فلما تحكي لهم عن سبب انهيارها كيو ياخد من فا رقم داي ويتصل بيه يطلب منه يجي يقابله، فيروح يقابله في صالة الملاكمة بتاعة توا، ولكن داي يكون متغير معاهم وبيتكلم معاهم بكل تكبر. فكيو يحكي له على كمية التضحيات اللي مين واجهتها في غيابه عشان تنساه، من اول ما سابت البيت لحد ما بقت لوحدها بتشتغل رسامة في الشوارع، والوقت بتتعالج في المستشفى بسبب صدمتها. فداي يقول له بكل برود انه مطلبش من حد يستناه، فكيو يتعصب عليه، لكن داي يقول له انه هو اللي المفروض يتعصب لان السبب في انه يخسر ابوه زمان، وانه جاي الوقت عشان ينهي صداقته معاهم، وانه مش عايز يشوف حد فيهم تاني، ويسيبهم ويطلع على المستشفى عند مين عشان يطمن عليها. تاني يوم مين تخرج من المستشفى وتروح تتصل بداي وتطلب منه يجي يقابلها وتهدده انه لو ما جاش هتيجي تعمل له فضيحه في شركته. فهي اول ما تشوفه تعرفه هي قد ايه كانت مشتاقه له وانها ما كانتش قادره تاكل ولا تتنفس وهو بعيد عنها. فده يقول لها انه على عكسها كان كويس جدا، ويسالها ليه ما كملتش دراستها واختارت تعيش حياه صعبه، وينصحها تشوف مستقبلها وتعوض الايام اللي ضاعت منها، وانه مش هيرجع لها وبطل يحبها. فهي تكون متاكده انه بيكذب وتديه 3 تقلمه على وشه، الاول عشان سابها وسافر من غير ما يعرف، والتاني عشان ما كلمهاش اول ما رجع، والتالت عشان خانها، وتقوله انها تديه فرصه تانية لمده 3 ايام لو اتصلت بيه خلالهم لازم يرد عليها ويجي يشوفها، وانها لو اتاكدت انه انساها فعلا هتشوف مستقبلها وتنساه وتروح لكيو تطلب منه المساعده. فكيو في البدايه يرفض لما يعرف انها عايزه تعمل حاجه لداي، ولكنه في الاخر يوافق عشان ما يزعلهاش. ومين تاخده على المكان اللي اتقابلت فيه مع داي اول مره وتفرشه برسوماتها لذكرياتهم اللي رسمتها خلال ال3 سنين، وتبعت له رساله يجي. لكن في الوقت ده مامة نامون ترجع من السفر وتروح تزور بنتها، ويبان ان نامون بتخاف منها جدا، وامها تمسكها تضربها على الفضيحه اللي عملتها في المطار وتقربها من داي. فمديره اعمال نامون تتصل على داي بسرعه وتحكي له وتطلب منه يجي يساعدها. فده يجي، وبصراحه هو بسرعه جدا لدرجه ان ام نامون تكون لسه ملحقتش اصلا تدي القلم التاني. المهم يلحقها ويبعدها عنها ويهددها انه هيبلغ الشرطه لو قربت منها تاني، فام نامون تخاف وتمشي، وده يتاخر جدا على مين، ورغم كده يكون عندها ثقه انه هيجي فتفضل تستناه. وداي بعد ما يهدي نامون وينيمها يعرف مديره اعمالها انه هيتحمل مسؤوليه الاخبار والشائعات اللي طلعت على نامون، ولما يخرج من عندها يروح على مين ويشوف رسوماتها ويتاثر جدا. رغم كده يقول لها بقى انت جايباني هنا عشان اشوف شويه الرسومات دي؟ هي ممكن يكون لها قيمه عندك، ولكن بالنسبه لي شويه ورق، وبعدين انت كمان بالنسبه لي واحده اتعودت اخرج معاها زمان، لكن دلوقتي نسيتك وبوعد واحده تانية وهتجوزها، فبضطر تعملي نفسك بتعيشي حياه صعبه عشان تسرقي اعجابي، كده هتخليني اكرهك. بعدين انا اصلا كنت هتجوزك زمان عشان فلوس. ويمشي ويسيبها وهي منهاره من العياط، وهو يفضل يعيط في الصمت من غير ولا كلمه. في الوقت ده بيروج يشوف اخبار نامون وداي، فيقرر انه يجيب نامون تبقى سفيره العلامه التجاريه للمستشفى بتاعته الجديده. فنامون تروح تقابله وتصارحه انها عليها شائعات مش لطيفه، وانه لو اتعاقد معاها ممكن ده ياثر على سمعه المستشفى، وهي مش حابه الاذى ليه. ويبان على نامون انها شخصيه لطيفه وصراحه جدا، فبيروج يعرفها انه شاف الاخبار وان ممكن الشائعات تتحل لو صرحت ان هي وداي بيتوعدوا. ويظهر ان بيروج بيعمل كل ده عشان يخلي بنته تتخلى عن فكرتها في انها تستنى داي، ولكن مين تفضل تعيد فيديو المطار بتاع نامون وداي، وتحس من خلال تقربهم لبعض ان داي مش بيكن لنامون باي مشاعر، وتكون لسه مصره ان داي بيحبها وفي سبب وراء اختفائه، وتكون عايزه تعرف هو بيعمل معاها كده ليه. ويوم افتتاح المستشفى مين تروح، وهناك نامون تصرح للصحفيين زي ما بيروج قال لها ان داي حبيبها، وتعتذر على تصرفها الطايش. وبعد ما تخلص مع الصحفيين مين تروح لها وتعرف نفسها ليها على انها مين بنت بيروج وبس، وتعرض عليها انها تبقى صاحبتها. نامون تفرح لان مفيش عندها اصحاب، ولما مين تسلم عليها نامون تاخد بالها من الخاتم اللي في ايديها وتسالها اذا كانت
كانت متجوزة، فمين تقول لها انها متجوزة من 3 سنين، لكن فون يوقفها ويعرفها ان العريس ساب الفرح، لكن مين تقول لها انه هيرجع وهي مستنياه. وتعرفها انها رسامة وتقترح عليها ترسمها، فنامون تاخد مين على بيتها عشان يبقوا على راحتهم، ومين بعد ما ترسمها تديها ملف مليان برسوماتها لذكرياتها مع داي، وتكون عايزة تعرفها ان داي هو الشخص اللي كانت هتتجوزه. ولكن قبل ما نامون تشوف الرسومات تلاقي مامتها جايبة شنطة هدومها وجاية تعرفها انها تقعد معاها دايما، ولما نامون ترفض مامتها تضربها قدام مين، ولما نامون تخرج من البيت وهي بتعيط مين تخرج وراها، فنامون تترمى في حضنها وتعيط لها، فهنا مين تزعل عليها وتقرر ما تحكيلهاش حاجة دلوقتي، ونامون تحكي لها ان مامتها اجبرتها تدخل الوسط الفني من وهي صغيرة عشان تكسب فلوس من وراها، وان مامتها في مرة وافقت على جلسة تصوير المفروض نامون تلبس فيها هدوم شبه عارية مقابل فلوس كتير جدا، ونامون لما رفضت وهربت مامتها بعتت وراها رجالة يجيبوها، ولكن في الوقت ده داي شافها لأول مرة وهو اللي أنقذها منهم، ولما عرف حكايتها تعاطف معاها وساعدها، ومن يومها وهي جنبه ومش قادرة تسيبه، وحاولت كتير انها ترتبط بيه او توعده، لكن كان قافل قلبه، ومؤخرا وافق يتحمل مسؤوليتها، وبعد ما تخلص كلام ترجع تحضن مين وتقولها انها اول مرة تجرب احساس ان يكون عندها صاحبة، وتطلب منها توعدها انها ما تسيبهاش ابدا. وبعد كلام نامون مين تتأكد ان علاقة داي بنامون مش حب فيها ولكن تعاطف معاها، ويكون عندها اصرار انها ما تخسروش لحد، واللي يثبت لها انه لسه بيحبها انها بالليل وهي واقفة بتبيع في الشارع مكان كيو البلدية يهجموا على البياعين، فهي تخاف لانها اول مرة تتحط في الموقف ده، وفجأة تلاقي داي جاي من اللامكان ويساعدها وياخدها يخبيها، ويحصل بينهم كام حاجة كده من خلالها تتأكد من حبه ليها وتبقى طايرة من السعادة، وتفكر في خطة تساعدها انها تبقى قريبة منه لأطول فترة ممكنة، فتقرر انها تروح تقدم هي وكيو على شغل في شركته على اساس انهم شغالين على فكرة لتطبيق مواعدة، ولما تعرض فكرة تطبيقها اللي سميته الخيط الأحمر على داي وعلى أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة يشوفوه تطبيق مثالي جدا، ولو اشتغلوا على تطويره هيحقق لهم أرباح كويسة جدا فيوافقوا عليه، لكن داي ما يكونش عايز كيو ومين يشتغلوا معاه، فيديهم 3 شهور فرصة يطوروا البرنامج علشان يعجزهم، وده لأنه عارف إن نوع الشغل ده هما لسه جدد فيه ومحتاجين وقت أكتر من كده، فمين توافق برضه إنها تمضي على العقد رغم إنها تلاقيه مش عادل بالنسبة لها، وبينص على إنهم يتنازلوا عن فكرتهم لشركته لو ما لحقوش يطوروه. على الجنب التاني فون يشوف بيروج وهو خارج من المستشفى بسرعة، فيرن عليه عشان يقوله على حاجة ضرورية، ولما يلاقي بيروج ما بيردش عليه يلحقه ويشوفه وهو داخل على مستشفى نفسية، ولما يقرر يدخل وراه الأمن يوقفه ويعرفوا إن المستشفى دي خاصة ومفيش أي حد بيدخلها غير بإذن من مديرها، وفون يتفاجئ لما يعرف من الأمن إن مديرها هو بيروج، وإن المستشفى دي واحدة من مستشفياته، ولكنه يشك لأنه ما كانش عارف بوجود المستشفى دي قبل كده، فيفضل مستني بره عشان يشوف بيروج لما يخرج. والمفاجأة هنا برتيبة ابو داي ما ماتش ولا حاجة، وبيروج يطلع حجزه هناك وبيجيله من وقت للتاني يهتم بيه، وبراتيب بيحبه جدا وبيعتبره صاحبه الوحيد، ولما بيروج يخرج من المستشفى براتيب يخرج وراه يودعه، فهنا فون يشوفهم ويفتكر براتيب من صورته اللي شافها يوم ما الشرطة افتكرت انه مات غرقان. ونروح لفريق داي اللي يقرروا يخرجوا كلهم ياكلوا في مطعم عشان يتعرفوا على كيو ومين لانهم خلاص هيبقوا زمايلهم، وداي يقرر يروح معاهم على العشاء، ولكنه ياخد نامون معاه عشان يستخدمها في انه يبعد مين عنه، ويفضل يمثل قدام مين انه بيهتم بنامون وبيحبها، وبعد ما يخلصوا عشاهم ويطلعوا يقول لها انه حابب يقضي وقت معاها اطول لانه مش قادر يسيبها تروح وتبعد عنه، ويكون بيعمل كده عشان يسمع مين اللي قريبه منه، فمين تروح له وهو بيتكلم وتشده قدام نامون بكل سلاسه وتحضنه من غير مقدمات على اساس انها عايزه تشكره على انه شغلها معاه، ولكن هدفها تعرفه انها مش مصدقه الهبل اللي هو بيعمله. وفون يبعت لداي انه عارف مكان ابوه وان ابوه ما ماتش زي ما كان مفكر، فداي يروح له زي المجنون ويساله عن مكانه، ففون يرفض يقول له غير لما يعرفوا الاول هو كان فين خلال ال3 سنين اللي ساب مين فيهم بتعيط كل يوم، فداي ما يرضاش يعرفه هو ساب مين ليه، ولكن يقول له ان رجوعه هو ومين صعب، ففون يستغل الفرصه ويطلب من داي انه يعمل حاجه يثبت بيها لمين ان رجوعهم مستحيل، زي انه يطلب الجواز من نامون وان وقتها هيرجع له ابوه. ففورا داي يتصل على نامون يطلب الجواز منها، فنامون تطير من السعاده، وبالصدفه هنا تطلع ان مين معاها، واول ما تسمع الخبر تتصدم وتستأذن منها وتقوم تعيط بعيد عنها عشان ما تخليهاش تحس، وبعد ما تسيبها تروح لداي على الشركه وتساله بيعمل فيها كده ليه، فداي هنا يقرر يجرحها ويقول لها انت لو مش قادره بقى تبعدي عني ايه رايك تبقى عشيقتي وقابلك في السر، ولما يقرر انه يستخدم القوه معاها في انه يجرحها اكتر يستسلم لدموعها ويمشي ويسيبها منهاره في المكتب، ومن هنا تتجرح جدا. بالرغم من كده ترجع تروح الشركه بتاعته عادي جدا عشان تخلص تطوير تطبيقها الخيط الاحمر، ولكن ما تديش لداي اي اهتمام، وتعرفوا انها تقدر تتغلب على حبها ليه وهتنساه. وهنا يظهر ان الشخص اللي ورا الغنى اللي داي وصل له هو كيفن تاجر السوق السوداء اللي طلب من داي يشتغل معاه زمان، ويطلع ان هو ملك الشركه اللي المفروض بتاعه داي ولكنه من الباطن. وفون يروح لبيروج يخليه
بيخليه يمضي على اوراق معينه ويحط بين الورق اذن بانه يدخل المستشفى اللي بيراتيب فيها، وبيروج يمضي من غير ما ياخد باله ويلاقي قدامه فا صاحبه مين واللي بتشتغل دكتوره تغذيه برضه في نفس المستشفى معاه، ويطلب منها تساعده وتلهي الموظفين اللي هناك على اساس ان بيروج اللي بعتها لحد ما هو يقدر يدخل يخرج بيراتيب، وبيراتيب يخرج معاه لما فون يوعده انه هيوديه لابنه، وينجحوا فعلا في انهم يخرجوا من هناك. وفون يطلب من فا انها توعده ما تقولش لحد على اللي عمله، ففا توافق من غير ما تساله عمل كده ليه او حتى مين هو الشخص اللي خرجه ده، وده لانها بتحب فون جدا ولكن في السر لانها عارفه بمشاعره لمين، وكمان لان عندها بنت. وفون يروح يسلم بيراتيب لابنه ويعرفه انه لقاه في دار رعايه، ويرفض يعرفه انه كان في مستشفى من مستشفيات بيروج، فده يفرح جدا وياخده يعيش معاه في بيته، ويعرفه لنامون ويطلب منها تهتم بيه، لكن بيراتيب يخاف منها ويرفض يقعد معاها في مكان واحد، ويطلب من ابنه يرجعه لنفس البيت اللي كان قاعد فيه مع كاو، فده يهديه ويروح على بيت مين ويعرفها انه لقى ابوه، فمين تفرح له جدا ان ابوه عايش ولقاه، ولما ده يطلب منها يجيب باباه على البيت توافق على طول. واول ما بيراتيب يجي بيشوف مين يفرح ويناديها بكاو كعادته ويكون عايز يتنقل على البيت الوقتي، لكن مين تطلب من ده يديهم فرصه لحد ما تلاقي بيت تاني عشان تنقل هي وفا، فيوافق. ومين تطلع انها محتفظه لبيراتيب بصور مراته اللي كانت متعلقه في البيت زمان، ولما تروح تجيبها له توصل فا، فاول ما بيراتيب يشوفها يعرف ابنه انها كانت مع الدكتور اللي خرجه من المستشفى، ففا تتصدم لما تعرف ان ده ابوه، ولما ده يسالها عن المكان اللي ابوه كان فيه ترفض تعرفه وتقوله انها بتكرهه على اللي عمله في صاحبتها وانه ما يستاهلش يعرف حاجه. في الوقت ده بيروج يعرف ان فون خطف بيراتيب من المستشفى، فلما يساله عمل كده ليه فون يحكي له ويقوله انه عمل كده عشان مش عايز مين تجتمع تاني مع داي، وبيروج يرفض يحكي له هو لقى بيراتيب فين وازاي، ولكن يطلب منه ما يعرفش مين باي حاجه. وبعد كده يروح بيروج مع فون يتقابلوا مع مين، وبيروج يعتذر لبنته انه زمان اتعامل معاها بشده، ويقولها انه كان خايف عليها انها تتجرح زي قلبها اللي اتجرح الوقتي، ويترجاها انها ترجع تعيش تاني معاه لان حياته بقت وحشه وهي بعيده عنه، فمين تسامحه وتعتذر له انها ما سمعتش كلامه من الاول، وبعدين تمشي مع فون، وفون يطلب منها تديه فرصه لانه مش قادر يستنى اكتر من كده ويتقدم لها للجواز. وقبل ما مين تقول له رايها يقابلوا داي ونامون صدفه، ففون يقول قدامهم ان هيحصلهم هو ومين وهيتجوزوا بعدهم على طول، وياخد مين ويمشي، فداي يروح وراها ويتخيل انه بيحضن مين وبيرجعها ليه، لكنه ما يقدرش يعمل كده ويبارك لهم ويرجع تاني لنامون. وفا تكون عايزه تحكي لمين على اللي عملته هي وفون، ولكن تفتكر انها وعدته ما تقولش حاجه. تاني يوم بيراتيب يتخانق مع نامون وما يكونش عايز يقعد معاها، فلما نامون تهديه وتاخده على شركة داي ما تلاقيهوش هناك، ولكن بيراتيب لما يشوف مين يجري عليها، فنامون تستغرب وتسألها هو عارفها منين واللي بيناديها بكاو، ولكنها تبرر تصرفاته انه مش طبيعي وانه ممكن يشبه مراته باي شخص. ومين تقترح على نامون انهم ياخدوه يخرجوه، واثناء ما يكونوا بيتمشوا نامون تقول لمين انها غيرانه من البنت اللي داي كان بيحبها زمان لانها متاكده انه لسه بيحبها، وتعرفها انه عنده لوحه منها محتفظ بيها في بيته وبيفضل واقف قدامها بالساعات، فمين تطلب منها تاخدها تشوف اللوحه، فنامون تاخدها على بيته. ومين تفرح جدا لما تلاقيها لوحتها وتعرف ان داي كان بيكذب عليها لما قالها ان رسمها لذكرياتهم مجرد ورق بالنسبه له. واثناء ما يكونوا هناك مامة نامون تجيلهم وهي مع رجاله عشان تاخدها من بيت داي بالعافيه لانها مش عايزاها تتجوزه عشان تفضل تشغلها وتكسب فلوس من وراها، لكن مين تدافع عن نامون، ولما تاخدها ويهربوا يكون في عربيه هتخبط نامون، لكن مين تبعدها وتتخبط هي مكانها، فنامون تنقلها على المستشفى وهي منهاره. وداي يرجع على البيت ويلاقيه متبهدل ويلاقي ابوه تحت تاثير صدمه وما بيقولش غير ان كاو اتاذت، فيتصل على نامون يعرف منها ايه اللي حصل، وحاله مين ما تكونش خطيره ولكنها تتكسر كسر مضاعف في رجليها. وده يوصل ولكن فون يطرده هو ونامون، فده يروح لام نامون ويكون عايز يخبطها بالعربيه زي ما حصل في مين، ويهددها ان لو المره الجايه اذت حد هيقتلها فعلا، ويرجع يروح المستشفى يطمن على مين بعد ما يتاكد ان مفيش عندها حاجه، ويكون زعلان جدا عليها. فتشوفه وتحس ان مين كان عندها حق في ان داي لسه بيحبها، فتروح وراه وتساله اذا كان هيكمل فرحه من مين لو باباه ما اختفاش يومها، فلما داي ما يردش عليها ويمشي تقول له طيب هتعمل ايه لو عرفت ان باباك اختفى قصد، وما تكونش عايزه تقول له اي حاجه غير لما تعرف منه ايه حقيقه مشاعره لمين. فداي يصرحها ويحكي لها ان عمره ما حب حد غيرها او حتى انساها اللحظه، فتحكي له انهم جابوا ابوه من مستشفى خاصه ببيروج، فداي من غير ما يفكر كتير يروح له ويتهمه ان هو اللي خطف ابوه زمان عشان يوقف جوازه من بنته، ويقول له ان اليوم اللي ابوه اختفى فيه حد لقاه وسلمه لدار رعايه، وبسبب ان ابوه ما يعرفش معلومات عن نفسه ما قدروش يثبتوا هويته، فعشان كده اتحول للمركز النفسي بتاعه وما لحقش وقتها يعرفه لانه كان مسافر، فهو وقتها قرر انه ما يعرفش اي حد تاني انه لقاه لانه خاف ان بنته تعرف فتكرس حياتها لرعايته. ولما هو رجع كان هيقول له، ولكنه رجع مع حبيبته الجديده وجرح مشاعر بنته مره تانية، فقرر يعاقبه بانه يخليه عايش مفكر ان ابوه مات، ويقول له انه انسان ضعيف استسلم على طول لفكره موت ابوه ورمى اللوم على الفرح وعلى مين وسابها بكل
الانانيه وسافر، وانه ندمان انه وثق فيه في يوم من الايام وكان هيجوزه بنته. ولما داي ما يصدقوش بيروج يطلب منه ياخده لابوه وقتها يثبت له مدى اهتمامه بيه وهو مش موجود. وهناك براتيب اول ما يشوف بيروج يفرح قوي، فداي يحس بالذنب وانه هو اللي غلطان من البدايه انه اتنازل عن كل حاجه وهرب، ويشكر بيروج على اللي عمله مع ابوه. فبيروج يطلب منه يردله جميله بانه ما يقربش من بنته تاني. ولما بيروج يحكي لفون، فون يشك ان فو هي اللي قالت له لان محدش كان عارف غيرهم. فبيروج يقرر انه يبعد بنته عنها عشان ما تشجعهاش ترجع له. على الجنب التاني مين بعد ما تفوق تفضل شغاله على تطوير برنامجها لحد ما تنجح فعلا، وتطلب من كيو انه يسلمه للشركه بدلها. وفون يروح لفو عشان يتخانق معاها انها خانت وعدها ليه. فبنت فو تزعل عليها وتوقف فون وتقوله ان مامتها بتحبه وما ينفعش يزعق لها كده. ففون يفكر ان فو عايزه تقرب داي من مين تاني عشان كده، ويقول لها انه لا يمكن يعجب بيها. ونامون لما تروح تزور مين في المستشفى ما تلاقيهاش، وتقابل كيو بالصدفه فتطلب منه ياخدها على بيتها. وهناك يعرفوا ان بيروج اخد مين تقعد معاه عشان يهتم بيها. ونامون قبل ما تمشي تشوف رسمه مين اللي بتكمل الرسمه اللي عند داي، ده غير انها تشوف رسومات مين التانية لذكرياتها معاه. فتعرف ان داي هو نفسه العريس اللي سابها يوم فرحها. فتروح لمين على بيت باباها وتزعق لها وتتهمها بالخيانه، وانها كانت بتستغلها عشان توصل لداي باسم الصداقه، وتعرفها انها مش هتخسره ليها حتى لو مديونه لها بحياتها، وتمشي وتسيبها. فهنا مين تشيل الذنب وتزعل عليها، فتتصل على داي وتقول له انها مش عايزه منه حاجه من بعد النهارده، وانها سعيده لانها متاكده انه بيحبها، ولكنها عايزه تشوفه لاخر مره. في نفس الوقت مساعد داي يوري تطبيق الخيط الاحمر لكيفن لانهم خلاص في صدد انهم يعلنوا عنه، وكيفن يفرح بيه لان من خلال التطبيق ده هيكسبوا فلوس كتير جدا. وفي نفس الوقت يلاقوا شركه برمجه تانية بتعلن عن تطبيق مماثل لتطبيقهم وحتى بنفس الاسم، وتكون ام نامون هي اللي بتعلن عنه. فكيفن يتعصب ويكون عايز يعرف مين اللي خانهم وسرقوا، ويبان ان بيروج هو اللي سرق معلومات تطبيق بنته وسلمها لام نامون عشان تسربها لشركه تانية ويديها مبلغ كبير جدا، ويكون بيعمل كده عشان ينتقم لبنته من اي حد اذاها، ويخلي كيفن يشك في داي وينتقم برضه من ام نامون على الحادثه اللي اتعرضت لها مين بسببها. لكن ام نامون تكون اذكى وتتصل على كيفن وتطلب منه 50 مليون مقابل انها تعرفه مين اللي سرب لها معلومات التطبيق. ولما كيفن يوعدها انه هيبعت لها الفلوس اللي عايزاها تقول له على اسم بيروج. فكيفن يبعت رجالته يخطفوا مين وهي راح تقابل داي، ويتصل على بيروج يطلب منه تعويض لسرقته ويعرفوا ان مين معاه، وهيقتلها لو ما طلعش خلال ال 24 ساعه الجايين. واعلن في الاخبار ان هو اللي مسؤول عن سرقه التطبيق منه. فبيروج يكذب عليه ويقول له انه اشترى التطبيق من داي. فكيفن يتعصب جدا ان داي خانه بعد مساعدته ليه، فيتصل بيه يطلب منه يجيله حالا ويهدده هو كمان بمين. فداي لما يعرف ان التطبيق اتسرق يفهم ان كيفن شكك فيه، فداي يروح لفون ويطلب منه يجي معاه عشان ينقذوا مين، ويتفق معاه انه هيكذب على كيفن ويعترف انه باع التطبيق مقابل مبلغ كبير عشان يخليه يسيب مين وياخده مكانها. ففون هنا يا جدع للدرجه دي بتحبي مين؟ فده يحس نفسه كده في ساعه صفا، فيفضل يرغي وينسى البت المخطوفه ويقول له ده انا عشان الشخص اللي بحبه اعمل المستحيل. والله ده انا عجبك قوي، بالله عليك انا عامل المستحيل جوه عشان اخليها تكرهني واطلع نفسي وحش قدامها. انت بقى اساعدها على قد ما تقدر عشان كيفن ممكن يقتلني. ويتفقوا وفعلا يدخلوا سوا. وده يقول لكيفن اوعى تفكر ان انا جاي عشان انقذ مين، انا عايزك تقتلها. اتفضل والله ما تغلى عليك، انا جاي كل المشوار ده عشان اقولك اني بكرهه ومش بحب حاجه تانية غير الفلوس. طب يا فنان بتحب الفلوس وبتكرهها، جاي عايز ايه دلوقتي؟ بتثبت لي خيانتك عشان اقتلك؟ هقول له معلومات التطبيق اللي اتسربت دي كان قبل تطويره، لكن التطبيق النهائي معايا انا بس، هات 200 مليون بات وخده. فكيفن يقول له يا ابن التيت ويخلي رجالته يضربوه. فهنا فون يتسحب وياخد مين ويهربوا، وده يترزع علقه في المظبوط وينهوا المشهد بانهم يدوا لدي رصاصه. وعلى الجنب التاني رجاله كيفن يمسكوا فون ومين. نرجع لكيفن اللي يلاقي لسه رصاصه في سلاحه فيقرر يفضها في داي، لكن قبل ما يديه رصاصه تانية مساعد داي يوصل ويقول ان مبرمج لسه متعين عندهم هو اللي سرب المعلومات مش داي، ويعرفوا ان المبرمج ده من طرف بيروج. فكيفن يحس بالذنب. المهم داي يقرر يفقد الوعي بعد ما الحقيقه بانت، ويعدي ساعه على الرصاصه اللي اخدها ويتنقل على المستشفى. فهنا كيفن يتضايق من نفسه انه اتخدع بسهوله وكان هيقتل داي اللي مالوش ذنب، فيتصل على بيروج ويقول له انه غير رايه ومش عايز فلوس ولكن عايزه يجيله الوقت حالا. فبيروج يروح له، فكيفن بكل سلاسه ياخده ويتكلم معاه وما يبانش هما قالوا لبعض ايه، وبعدين يخرجوا هو وفون ومين، ولكن فون ما يمشيش معاهم ويرجع لكيفن تاني عشان يسالوا على داي. فكيفن بكل تأنيب ضمير يعرفوا انه اداله رصاص ويروحوا على المستشفى عشان يعرفوا حالته وصلت لايه. فالدكتور يعرفوا من حالته حرجه ويفضل في العنايه. هنا مين لما ترجع البيت وتفتكر كلام داي تدخل في حاله صدمه، واخيرا تقرر انها تكرهه لان مش هو ده داي اللي هي حبيته، وانه واحد تاني كل همه الفلوس، وتقرر انها
تهتم بفون وتحاول تحبه وتتجوزه. ففون في البداية يفرح بقرارها، ولكن يحس بالذنب انه مخبي عليها اللي داي عمله عشانها، ويقول لها بص يا مين، انا اكتشفت ان داي بيحبك جدا لدرجة انا متأكد اني ما وصلتلهاش. ويقوم حكى لها اللي داي عمله، فمين تجري على المستشفى عشان تشوفه، ولكنها تلاقي ان نامون خرجته من هناك واخدت كمان ابوه وسابوا الشقة اللي داي كان عايش فيها. هنا تلاقي كيفن بيتصل بيها ويعرفها انه هيبعت لها فيديو هيجاوبها على اسئلة كتير. المهم مين تفتح الفيديو تلاقي الصدمة بقى، ويطلع بقى ان كيفن كان اخد بيروج عشان يصوره وهو بيعترف ان هو اللي سرب معلومات التطبيق عشان يخلص من داي. فلما كيفن يسأله بيعمل كده ليه، بيروج في البداية ما يردش، ولكن بعد ما بيروج يهدده بحياة بنته يعترف بكل القذورات اللي عملها، ويحكي له انه قتل مامة داي بالغلط زمان، وعشان ما يتسجنش رشا ضباط علشان يقفلوا القضية ضد مجهول، ده غير انه خطف ابو داي يوم الفرح عشان يمنع جوازهم. فمن تتصدم وتروح تواجه ابوها، فبابا يقول لها انه عمل كل ده عشان بيحبها وكان عايزها ما تعرفش اللي عمله ويفضل الاب المثالي في عيونها، ويقسم لها انه ما كانش يعرف ان غضب كيفن هيوصل بانه يرفع سلاح على داي ويفضل يعتذر لها، لكن مين تحس بالذنب ان عيلة داي اتأذت بسببهم وما تقبلش اعتذاره وتمشي وتسيب له البيت. وفون يتصل بمين ويعرفها ان داي اتنقل على بيت خاص بنامون في الريف، لكن مين ترفض انها تروح تقابله لان ما عندهاش شجاعة تواجهه بعد الاذى اللي حصل له بسببهم. ومين ترجع بعد كام يوم لابوها وتسامحه وتقوله انها مش قادرة تزعل منه اكتر من كده، لانها متأكدة ان كل حاجة عملها غلط بسبب حبه ليها، وانه مهما يغلط هيفضل باباها اللي بتحبه وبتفتخر بيه. وتقوله انه ما كانتش عايزة اب مثالي، لكنها عايزة اب عادي يفهمها ويحب الشخص اللي هي بتحبه. فبيروج يقرر يعوض بنته ويروح يقابل نامون ويطلب منها تساعده في انه يقابل داي. فلما نامون ترفض لانها خلاص هتتجوز داي ومش عايزة اي حاجة تعطل جوازهم، بيروج يقول لها ان الحب بأنانية هيخسرها كل حاجة زي ما هو كان هيخسر حب بنته. ولما نامون ترجع تلاقي داي نايم وتشوف في ايده فستان مين اللي كان معاه طول السنين دي، فتعرف انها عمرها ما هتكسب قلبه. رغم كده تروح تاني يوم لمين وتديها دعوة فرحها على داي وتطلب منها انها تيجي لو فعلا كانت صادقة معاها في يوم من الايام وما استغلتش صداقتهم لمصلحتها. فمين رغم حزنها تروح، ولكنها تلاقي ابوها هو كمان هناك. ومين تلاقي نامون في وشها من غير فستان الفرح وتقول لها انها اتاكدت من ان داي عمره ما هيحب حد غيرها، فعشان كده هي اللي هتبقى العروسة، وتلبسها الطرحة وصدفة كده مين تكون لابسه ابيض وتدخل على الحفلة في ايد ابوها لداي اللي مستنيها ويتجوزوا ونختم بنهاية سعيدة. وبس كده، اتمنى من كل قلبي تعيشوا قصة حبكم في الحياة وتتقابلوا مع ابطال وبطلات احلامكم. بحبكم جدا، سلام.